اشتروا دهب يا جماعه، توصيه صريحه اهي ودايركت ومباشره، بس اوعى تقفل الفيديو قبل ما تسمع باقي الكلام عشان ما تحملش مسؤوليه ان انت تعمل حاجه غلط وتخسر. لكن برضو انا مش هحط كل فلوسي في الدهب اكيد، يعني برضو انت مقسم شويه هنا وشويه هنا. انا قلت لك انا متفائل بالبورصه المصريه السنه دي وحاطط شويه في البورصه المصريه. طبعا لو انت عايز تعرف انا شاري ايه بالظبط هتبعت لنا على الواتساب اللي قدامك ده. عندنا برامج تعليميه بتبقى يوميا يوم بيوم بنعلمك، بتبقى مش كورس بتتفرج وتروح، وغير ان في فيديوهات انت بتبقى معانا يوميا على الواتساب بتاعي. بتتعلم خطوه بخطوه، بتفهم الدنيا خطوه بخطوه. سواء انت جاي من تحت الصفر ما تعرفش يعني ايه بورصه، اول مره تسمع كلمه بورصه دي سمعتها مني، او انت راجل بقالك 20 سنه بس بتخسر. طب انت داخل البورصه ليه؟ ما انت لازم توقف وتتعلم صح. وصدقني مصاريف التعليم اللي هي قد كده، اللي هي الملاليم دي، اقل من اقل صفقه خاسره انت هتعملها هتخسر 10 مرات قد ثمن الموضوع التعليمي ده. فانصحك اتعلم كويس، ان الفرق ما بين اللي بيكسب في البورصه واللي ما بيكسبش في البورصه هو شكرا واحد متعلم وواحد مش متعلم. ومتعلم مش يعني جامعه، متعلم يعني فعلا راح لحد بيفهم علمه. رقم واحد، دي فلوس انت مش محتاجها خالص لمده سنه على الاقل، مش بقى فلوس حاططها وعليك قسط بعد 3 شهور وفلوس مصاريف مدارس الولاد والكلام ده. انسى انك تعمل الحركه دي لا في الذهب ولا في البورصه. رقم اتنين، ده توصيه طويله الاجل، انا بتكلم لونج تيرم يا جماعه، ما بتكلمش على المدى القصير. رقم ثلاثه، الذهب طلع كتير. انا على فكره انا اشتريت حبه حلوين في اول يناير او في اخر ديسمبر مش فاكر، او يمكن قسمت على اتنين مش فاكر برضو. لكن الخلاصه ان انا شاري من فتره وهو طلع طلعه كبيره في شهر واحد. وبالتالي خلي بالكم ان جايز يحصل تصحيح. يعني برضو ما تجيش تشتري تقول لي ايه ده انت قلت لي والذهب نزل 5% وانا لسه شاريه امبارح. تصحيح يعني ينزل نسبه بسيطه، لانه اوريدي طلع نسبه كبيره. هو مش طلع في يناير، هو بيطلع بقاله شهور. وانت لو رجعت في القناه دي ورا هتلاقي مثلا 10 فيديوهات مختلفه ما لهمش علاقه ببعض في توقيتات مختلفه بيقول لك اشتري ذهب. يعني بقالي مثلا يمكن 6 7 شهور ذهب يا جماعه، اشتروا ذهب يا جماعه، اشتروا ذهب يا جماعه. تمام. طيب فدي نقطه رقم اثنين. فنقطه رقم ثلاثه، عرفت الثلاث حاجات دول انت جاهز ان انت تشتري ذهب. بس خلي بالك برضو من حاجه، مفيش توصيه في الدنيا بتبقى مضمونه بنسبه مليار في الميه، والا كنت بعت بقى كل حاجه وبعت عربيتي دي وبعت كل حاجه وحطيتها في الدهب. لكن القصه في ايه؟ القصه ان انت كواحد مستثمر فاهم وشاطر بيبقى في حاجه اسمها سكسس برسنتج. يعني انت شايف ان احتمال ان يكون القرار ده صح مثلا 80%، مستندا الى عوامل كتيره جدا هتكلم فيها دلوقتي. لكن القصه كلها ان انت ما بتعملش كل تريده وانت واثق مليار في الميه، والا لما كان الناس كلها خدت كل فلوسها وحطتها في حاجه واحده، وكان الشخص عمل كل يوم 10% وكان عمل ارقام مهوله وفي الاخر بقى ملياردير يعني في بتاع. لكن الكلام ده ما بيحصلش. اللي بيحصل ان دايما في نسبه مخاطره اب سايد وداون سايد بمنتهى البساطه كده. نسبه المخاطره الداون سايد ان كوكب الارض يهدى، يعني ان الحروب تهدى خالص وان الدنيا ما تشعللش وان الدنيا تهدى والاقتصادات في العالم كله تتحسن والكلام ده كله. لكن انا النهارده في يومنا هذا انا واخد السيناريو التشاؤمي شويه من الاحداث اللي شايفها في كوكب الارض، ومن تحركات ترامب، ومن الحروب التريد وور اللي هو عمال يزود التعريفات على الصين ومش عارف المكسيك وكندا داخل يخبط في الجميع. الموضوع بدا يبقى سخن شويه. تصريحات برضو ترامب على غزه سيئه، يعني تصريحات ترامب على غزه وحشه جدا. شويه يقول لك مش عارف هنعمل ايه، شويه يقول لك احنا هناخد غزه، شويه كلام مش ظريف. الجلوبال تنشنز حتى الكلمات، يعني الكلام مش من غير احداث، مجرد ان حد يبدا يسخن ونعمل ومش عارف ايه الكلام ده طبعا بيؤدي الى ان يحصل عدم استقرار في الكوكب الارض. اقتصادات الارض كلها تصريحاته بتاثر على الارض كوكب الارض كلها يا جماعه. انا واخد السيناريو التشاؤمي شويه. شكرا والى اللقاء في فيديو اخر.